يا صباح الفل. في ناس كده مهما بعدتوا عن بعض الدنيا هترجعكوا تاني. كلنا طبعا جه علينا وقت كنا في حد دخل حياتنا او عندنا صحاب مقربين جدا واحنا بنحب بعض جدا، فاحنا دايما بنقول لبعض ان احنا عمرنا ما هنبعد عن بعض وعمرنا ما هنخسر بعض وكده. وبتيجي في وقت كده او فترة معينة بتلاقي الدنيا لهتكوا او انتوا خسرتوا بعض بسبب مشاكل او بسبب اي حاجة وبعدتوا عن بعض، مع انكوا ما كنتش عاملين حساب اليوم ده وعمركم ما كنتوا تتوقعوا ان يوم زي كده يجي وان انتوا تبعدوا عن بعض، وتقعد تقول لنفسك ازاي ده انا لسه امبارح كنت بقول له يعني احنا عمرنا ما هنبعد عن بعض وانت صديقي الصدوق ومش عارف ايه وبتاع، وفجأة كده بعدنا خالص وبقالنا فترة ما بنتكلمش. لا والاغرب بقى لما تيجوا ترجعوا في حياة بعض تاني بالصدفة وانتوا اصلا ما كنتش مرتبين لها ولا انتوا كنتوا عاملين حساب لده تاني. انا واحد من الناس كنت مقتنع بفكرة ان احنا فترات في حياة بعض، احنا فعلا فترات في حياة بعض ايا كانت فترات حلوة ولا وحشة، بس فكرة ان ربنا بيخلي كل حاجة بتحصل ليها سبب. عادي جدا ان انت خسرت حد او بعدتوا عن بعض، خلاص انت عارف ومقتنع ومتأكد 100% وهو نفس الكلام ان انتوا مش ترجعوا تاني صحاب او مش هتقربوا تاني، وفجأة تلاقوا نفسكوا رجعتوا وبقيتوا قريبين تاني. ده كده ربنا اللي عايز ده، ما ترفضش ده وكمل زي ما كنت، لان ربنا مش هيقرب منك حاجة فيها شر ليك، ربنا هيقرب لك الحاجة اللي ليك خير فيها. طب ولو الشخص ده اذاك بعد كده، اعتبر ان ده ابتلاء من ربنا او اختبار من ربنا وما تزعلش. لازم كلنا نعيش الحياة ببساطة. حاول ان انت ما تكرهش حد، خليك حد كده بسيط جدا، حب الناس كلها. لو حد اذاك وخسرته ما تكرهوش، او مش هقولك اعرفه تاني يعني خلاص هو الموضوع خلص وانتهى ما بينكو، بس ما تكرهش حد. ادعي له ان ربنا يوفقه في حياته وربنا يوفقك في حياتك وبس كده. يا رب ما كنتش طولت عليكم وقلت نستفاد مع بعضنا، يا رب تكونوا استفدتوا واستنوني في فيديو جاي كتير. سلام.